السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. تعالي بقى كده نتعب يوم ونرتاح طول الشهر. طبعا داخل علينا العيد، فالحاجات دي هاتيها بدري شوية. اللي هتشيليه في التلاجة تشيليه، واللي تفرزليه تفرزليه عشان لما تيجي تطلعيه كده يبقى سهل عليكي وسهل الحياة عليكي كده. كل سنة وانتم طيبين. وتعالي بقى اقولك يوم السوق انا بعمل ايه. طبعا ده يوم خضروات بس، ماليش دعوه ولا بلحمه ولا فراخ. ده بتنجان لقيته كده جبته ب10، ودي قوطه ب5، جبت 2 كيلو كده. جبت شويه حاجات كده اشيلهم، لا جبت 5 كيلو قوطه. وده خيار، هو كان كبير شويه بس انا بحب الكبير ده بيبقى طري بحبه كده. ده برضو كان ب10. وده فلفل كان ب10 برضو. الفلفل ده لما تلاقيه بتحبيه لانه مش حراق قوي، بيبقى حلو قوي. برضو كان ب10. بجيبه واحطه في الفريزر عشان اي حاجه عايزه اضيف عليها فلفل الاقيه متقطع جاهز، لان في اوقات مبلاقيهوش. وده ورق عنب ب40 جنيه. طبعا هات الحاجات دي قبل ما تيجي عليكي العيد وتلاقي الحاجات دي كلها رفعت. وفلفل الوان جايب 16. وبقطع الفلفل الالوان بحطه في الفريزر برضو واطلعه واحطه على على الرقاق، على يعني على اي حاجه انت عايز تحطيها، على بيتزا. وده جزر جايبه برضو خليه عشان العيد برضو. ده برضو جبت الجزر ده كيلو ونص ب10. وكابوتشا دي ب10. والفلفل ده ب10. الملوخيه هي اللي جبتها ب15. بس جاي هاتي الملوخيه الصغيره، اللي هي بتبقى قصيره والورقه بتاعتها برضو بتبقى صغيره، بتبقى مسكره قوي. برضو هنغسلها ونشيلها نحطها في الفريزر. وده بنجر كده كان ب4 جنيه طبعا عشان لو هخلل. ودي كوسه هعملها الاسبوع دوت، كانت ب10. والفلفل ب10. والباميه ديت كانت ب45، كبيره شويه. والبصل دوت ب13 وب10. انا جبت انه ب10 جنيه. كان في ب13 بقى اللي هو كبير قوي، انا بحبه وسط. بجيب كده كل ما اروح اجيب 5 كيلو بصل كده. ودي خضار النهارده. وتعالي بقى اوريكي يوم الخضار بيبقى عامل ازاي. طبعا انا اول حاجه ببدا فيها الحاجات الخضروات اللي هي الايه، اللي ممكن تبوظ لو قعدت. هقطع ايه الحاجات اللي فيها طينه بتاعت الملوخيه دي كده، واجيب الملوخيه اقطفها. بقطفها هي كلها. واغسلها بقى غسله كويسه جدا. يعني ايه 5 كده مرات 6 مرات لحد ما الميه تبقى بيضه خالص، لان بيبقى فيها رمله وفيها طينه. شايفه؟ لحد ما تبقى الميه بيضه. 5 6 مرات كده. وطلعي في المصفى كده وطلعي الورقه زي ما هي، ما تعصرهاش. بصي كده بميتها، عشان لو فيها رمله ولا في حاجه تنزل تشيليها كده وتشيليها بميتها. بصي بقى الميه لما تبقى نضيفه ازاي. انا وريتك اول مره الميه كانت طينه خالص. واغسلها برضو في امي تاني لما تبقى الميه بقى بيضه خالص كده. خلاص بقى كده هصفيها واسيبها بقى كده تتصفى براحتها. يبقى احنا خلصنا الملوخيه. واحطها في اكياس لما تتصفى واحطها في الفريزر. بس هطلعها بقى كده واضربها في الكبه. صدقيني الطريقه دي بتبقى جميله جدا. اضربها في الكبه كده واحط عليها شوربه وخلاص. هوريك مره وانا بعملها لك خضره ازاي. طبعا بشيلهم بس ايه عشان بتوع الشهر، لان الملوخيه هترخص، انت ما بتخزنيش. جبت بقى شويه جزر بقى اعملهم كده طبعا للفته بتاعت العيد للرقاق، بدل ما اشتري من بره. هنضفه كده واغسله برضو. اعملي لك برطمانين كده صغيرين. يعني انتي املي بيتك كده بحاجات يعني حاجات اقتصاديه. هتجيبي كيلو جزر على نص فلفل على كيلو خيار. بس اعملي الخيار لوحده برطمان لوحده عشان الخيار ما بيستحملش. يعني انا عامله الخيار لوحديه، لان ممكن ناكله اول واحد. هم دول هو اللي انا هخللهم عشان لو احتجت في العيد حاجه مخلله يبقى عندي. هقطع بقى الجزر زي ما بتحبي، اي تقطيعه انت بتحبيها قطعيها. قطعتهم اهو والخيار قطعته اهو. اجيب بقى برطمانات الكبيره بتاعت المربى. عندي حاجات للتخليل ماشي. اي حاجه، ما توقفيش نفسك على اي حاجه. حطي الجزر كده وعليه 2 فلفل كده يحلوهولك. الحاجات دي بقى بتجهزيها عشان في العيد تقعدي مرتاحه. ابدأي ابدأي جهزي كل حاجه. يعني انا الفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم بقى الكرشه والسجق والحاجات دي ازاي توضبيهم وتحطيهم في الفريزر وتطلعي تعملي على طول. يعني هحطهم لك كمان بطريقه جميله جدا. وضبي الحاجه قبل ما تفرشي شقتك، وضبي كل حاجه
عشان لما يجي عليك العيد تطلعي كل حاجه عندك نضيفه. يعني اطلع الملوخيه اعملها، اطلع باميه اعملها، اطلع تعصيج اللحمه اعمليها وحطيها في الفريزر، عشان تحس ان انتي العيد فيه مرتاحه شويه. هجيب بقى كل مج ميه عليه معلقه ملح، او مج ميه ده عليه معلقه ملح. هعمل المحلول بتاعي، وحطي برضو نص كوبايه خل كده على لتر، ربع كوبايه خل، عشان بس ايه يخلولك مقرمش، ومعلقتين سكر. انا حطيت 10 مجات. اي بصي انا حطيت نص بالظبط كده، عشان حاطه حوالي لتر ونص ميه بس، من غير اي حاجه كده وخلاص. وحطي معلقتين سكر ودوبهم كويس، واملي البرطمانات واركنيها. حطيها بقى تطلعيها بقى وقت ما تعوزي تطلعيها. دي طبعا عشان خاطر العيد بيبقى الاكل دسم شويه بقى، بتعملي كبده، بتعملي لحمه، بتعملي مش فبتحتاجي المخلل. فده خطوه اعمليها، الموجود في السوق اعمليه، لو جزر بس حتى لو بتحبيه. انا وريتكم بس الروتين بتاع يوم السوق بس، وكمان هعمل غدا واوريكم انا عملت، اخترت اسهل حاجه للغدا عملتها. بس احط بقى على وشه شويه زيت وهقفله واركنه. خلاص اهو ما شاء الله. سيبيه بقى 4 5 ايام كده، لو حبيت تاكلي الخيار كليه، مش حباه حطيه في التلاجة. اللي عايزه تخليه يطول معاكي حطيه في التلاجة. انا بعمله برطمانات صغيره عشان احطه في التلاجة. ورق عنب هغسله بقى اهو، وزي ما هو كده هغسله بس، واشيل العرش بتاعه وارصه واحطه في الفريزر، ولا هسلقه ولا هعمل فيه اي حاجه. ورق عنب بيتشال زي ما هو، زي الملوخيه بالظبط. هغسله برضو غسله كويسه، ورقه ورقه كده، واروح رصاه واحطه في اكياس كده، واحطه في الفريزر، عشان لما اجي اعوزه الاقيه برضو في العيد لو انا عايزه اعمل محشي ولا حاجه. الفلفل ده بقى اختياري، لو انت بتحبيه هاتيه، لان هو مش طول السنه موجود. انا لما بلاقيه بجيبه واقطعه قطع صغيره كده واحطه في اكياس، واطلع بقى احط على المكرونه، احط على تعصيج اللحمه، احط على الكبده زي ما يعني ساعات الفلفل ده بيوصل لحد 20 جنيه، وساعات ما بتلاقوهوش. بنضف بقى البذر منه واقطعه بقى كله واحطه في اكياس. دي طبعا اختياري لو انت بتحبيه، بس انا بلاقيه بجيبه واحطه، بريح دماغي بصراحه يعني. الفريزر ده بيريح الدماغ ويريحك جدا. اي حاجه تعوزيها تلاقيها. عايزه واحد فلفل، طبعا الفلفل عمره قصير في التلاجة من تحت، فانت لو بتحطيه في الفريزر بيقعد معاكي من السنه للسنه كمان. واللي وصل لحد هنا يعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه. انا نسيت اقول لكم اعملوا لي لايك وفيديو واشتراك للقناه، اعملوا لي لايكات كتيره قوي. بصي بقطعه قطع كبيره شويه، بطلعه صدقيني زي ما هو لونه بالظبط، وبيديكي نفس الطعم. واحطه في اكياس واحطه في التلاجة. اعملي الحاجات اللي تريحك طول الشهر، تحس ان انت تلاجتك فيها كل اللي انت عايزاه. بس ما تستعمليش ايدك، البسي جوانتي، عشان طبعا بيبقى حراق وبيقعد طول النهار في الايد. انا بحب الاخضر كمان عن الاحمر. ده طبعا مقطعه بقى طرنشات كبيره، عشان لو عايزه احطه على بيتزا، عايزه احطه على اي حاجه. بصي ما شاء الله عشان انا بحبه. عامله كام كيس؟ هجيب بقى يا ستي كيس مكرونه، اعمل بقى الغدا. كيس مكرونه كده، روح سلقاه. وبصي على اي حاجه في التلاجة عندك، كبده عندك، بطاطس حمريها عندك، لحمه عندك، بانيه، اي حاجه. سلقت المكرونه اهي، عندك قطعتين لحمه كده، هقليهم كده واعمل غدا خفيف كده، ونكمل بقى يوم السوق والروتين بتاع السوق. بختار اسهل حاجه اعملها يوم السوق طبعا، عشان جوزي جاي من الشغل هيتغدى، فما لازم اعمل غدا. مفيش حاجه اسمها انت رحتي السوق وتعبتي ما تعمليش، لا، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. في حاجات كده عليك لازم تعمليها، سواء عليكي غدا عليكي حاجه لازم تعمليهم. انا سلقت المكرونه وعملت تغذيه وعملت الصلصه بتاعت المكرونه، وهقلي اللحمه اهو. طبعا صلصه المكرونه انت تعمليها بتوم، تعمليها ببصل زي ما تحبي. بحط شويه زيت واحط مكعب زبده عشان يطري لي اللحمه. ده شيء حاجه اساسيه. واول بقى مسخن كده حطي بقى شريحتين اللحمه بتوعك. احنا طبعا 3 افراد، كل واحد شريحه حلوه قوي. مره كده بقى هبقى اشوي لكم الشرايح دي بتبقى جميله جدا.
انت الشرايح دي تحطي عليها فلفل اسمر بس، وانت بتقليها حطي ملح، ما تحطيش اي حاجه تانية، فلفل اسمر بس. يعني انا حطيت فلفل اسمر بس، انا اما قعدت اتكلم معاكم نسيت اقول لكم ان فلفل اسمر بس. طبعا الدهنه دي موجوده يا جماعه، بتحلي قطعه اللحمه قوي. انت بتحمريها، ولو مش عايزه تاكليها بعد كده اقطعيها، واللي بيحبها ياكلها. مش عايزه تسيبيها تحمري بيها كبده عادي، بسيبهم انا كده. لو هم حتى سابوها في الطاسه بحطهم في كيس صغنن، وما اجي احمر كبده بحمرها معاها، بتبقى بتخلي الكبده خطيره، ما برميش حاجه بصراحه. لو اي حته لحمه فيها حته دسم ومش حدش عايز ياكلها، اقطعيها وهي نيه واعمليها على الكبده، او قطعيها وهي مستويه بعد ما تحمري شرايح اللحمه، حطيها برضو في الفريزر وحمريها مع الكبده، بتدي طعم للكبده خطير. في ثواني بصي حمرت ازاي، لان هي اصلا اللحمه دي بتبقى ناعمه جدا ما بتاخدش سوا. قلبي على الناحيتين كده لحد ما تستوي. طبعا انا شلت الملوخيه وعملت المخلل، وشلت ورق العنب، وقمحت الباميه وبرده قمحت الباميه وشلتها. بنزلها في ميه سخنه كده واشيلها على طول. هجيب لك مره يوم تفريز الباميه، بعملها بطريقه حلوه قوي قوي. ودي تغذيه المكرونه اهي. خرطت بصلايه كده وعملتها في ثواني واقلبها، حتى شلت نص الصلصه عشان طلعت كتيره. وعملت غدا خفيف كده بسرعه. طبعا شويه خيار كده على حته كابوتشا، قطعيها كده وحطيها في طبق على جزرايه، وانتي واقفه بتعملي حاجتك اعملي الغدا. وفي ثواني اهو عملت الغدا اهو، بالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.